يوم لقيت المعلم نبيل بيرن عليا بيقول لي ايه يا رجوله فينك يا صاحبي ما بتسالش ليه؟ قلت له موجوده يا رجوله بس انت اللي مختفي. وبعدين خير يعني انت ما بترنش عليا لما بيكون في مصلحه؟ اصل انا عارفك انت عيل زباله الزباله. هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ اخلص قول انت جاي في ايه واطلق اللي في كرشك يا صاحبي. رد عليا وقال لي فعلا انا محتاجك في مصلحه ومصلحه صعبه قوي يا صاحبي، الحق صاحبك عشان مخنوق. قلت له خير يا معلم نبيل. قال لي خير يا صاحبي لو تشوف لي شغلانه معاك يبقى طيبه وعملت الصح والرجوله مع صاحبك. هو نهار شمال من اول النهار، نهار شمال. قلت له تصدق انت ابن حلال في شغلانه اصلا قدامي وتقريبا محدش ينفع فيها غيرك. قال لي طب ما تلحقني بقى يا صاحبي ده انا اصلا مقشفر والدنيا معايا مبهدله. ايه ده؟ انتوا مضروبين قوي كده. ميح. قلت له ماشي يا معلم نبيل مش انت معاك عربيه؟ قال لي معايا عربيه يا عمنا. قلت له خلاص هتنزل من بكره مندوب وتلم تحصيل الفلوس من التجار. سهله دي يا عم الحاج؟ قال لي يا باشا سهله دي شغلنا مش عارف ايه. قلت له يا عم ما تدخلش بصدرك وكده كده هيبقى معاك واحد عشان انت لسه جديد وهيساعدك، بس اهم حاجه انت بتفهم في الحسابات متعلم يعني. امال انا واخد معهد قطن على اساس اللي دوده؟ يا ده انا اقصد ان انت يعني تعرف تعد الفلوس. وانا هعد وراك يا سيدي المعلمين. الله ده انت خلاص الثقه بقت مبتذله بيننا احنا الاثنين. المهم يعني اتفقنا والراجل نزل مع نبيل واخد بالك انت ازاي، ونبيل راح الشغل واليوم عدى. المهم لقيت المعلم نبيل جاي متضايق قوي وبيشتكي لي من الراجل اللي كان جنبه. فانا قلت له يا معلم نبيل تشتكي لي ايه؟ ده الراجل بقاله ساعتين بيمسخر بكرامه الارض بسبب ان انا نزلتك معاه. انت تعبان يا نبيل ولا حاجه؟ انت رايح اول يوم شغل تنزل تشكل كده من العربيه بسم الله الرحمن الرحيم موافقه يا صاحبي؟ قال لي يا صاحبي طب انا اعمل ايه يعني؟ بس انا لقيت اتنين نسوان واقفين في وسط زحمه الرجاله وعمالين ويك وما لقيتش كلب اتدخل فاتدخلت انا. جدع يا قلت له يا عم بلاش دي، لسه رايح لاول تاجر، التاجر بيقول لك اقعد استريح تقوم متعصب عليه وقايل له انا ما اسمحلكش. ده قال لك استريح. امال لو شتمك؟ قال لي يا صاحبي ما هو الدنيا كانت حر وانا ما كنتش طايق نفسي برضه، هي الناس اللي بتشتغل دي بتشتغل ازاي؟ قلت له خد تعالى بقى التقيله. قلت له معلش يعني في حاجه كده عايز اسال عليها عشان اتاكد بس، النص مليون دول يعملوا كام يا صاحبي؟ نص مليون جنيه؟ يعني 250,000 جنيه نقدا. نص مليون 250. قلت له شفت يا صاحبي عرفت انك راجل مالطو وان الناس ما غلطتش وان انت اصلا على ايه يعني غير كل اللي حصل ده معلم نبيل، وكمان وانت مروح كنت هتتقلب وتحط عليك في الفلوس. طب ده ينفع ولا الراجل اللي معاك هو اللي لحق؟ لقيت نبيل الدمعه بتفر من عينيه بيقول لي خلاص يا صاحبي بقى انت هتذلني ولا ايه؟ المهم يعني هنزل بكره الساعه كام؟ A7A